جريمة النهاردة من جرائم الإلكترونية. إيه اللي حصل؟ إسلام جاله مكالمة قال له مبروك يا إسلام، أنت كسبت معانا 100,000 جنيه من برنامج فلان الفلاني. فإسلام ما كدبش خبر، قال له حلو قوي وأنا مبسوط جدا وشكرا ليكم وشكرا على إن أنتوا اتصلتوا بيا وعلى مصداقيتكم. بس بالنيابة عن إسلام قال لك أنا أصلا ولا اشتركت في برنامج ولا أي حاجة، أنا افتكرت إن هما بيوزعوا على حسب بقى البطاقات والجو ده. طبعا مين فينا ما تعرضش لموقف زي ده؟ اللي حصل إن إسلام ما كدّبش خبر، قال له تمام حوّل لي المبلغ، قال له هاحوّله لك على فين، حساب البنكي، فتمام أنت بس محتاج تبعت لنا 50,000 جنيه عشان تستلم المبلغ بتاعك. فإسلام قال له ليه؟ قال له ضرايب ورسوم وهكذا من التفاصيل. فإسلام قال له طب خلاص المبلغ اللي أنا كسبته اخصم منه الضرايب والرسوم وابعت لي حسابي الصافي على حسابي في البنك. فقال له لأ معلش، هي دي طقوس ورسومات وتفاصيل لازمًا خاصة بالشركة بتاعتنا أو بالبرنامج بتاعنا، فالمطلوب منك إن أنت بس ابعت لي ال50,000 وأنا على طول هاحوّل لك المبلغ في ساعتها. إسلام الشيطان ودّاه والشيطان جابه، وكلمة ودّيته وكلمة جابته، وقال لك بس ده المبلغ اللي أنا كسبته مبلغ مادي كبير ومُغري، وإن هو هيغيّر لي حياتي قصاد التفاصيل الموجودة في حياتنا من طلبات وغلاء أسعار وحاجات كتير. فما كدّبش خبر وفرح جدًا بالمبلغ اللي اتعرض عليه. فمن هنا لهنا حوّل المبلغ ال50,000 للشخص الطرف التاني اللي هو النصّاب. على طول الراجل أول ما استلم القيمة: "إيه يا حاج وصلك الفلوس؟" قال له: "أيوه." قال له: "طب وبعدين؟" قال له: "سمّعني أحلى بلوك ليك." قام راح عامل له بلوك. إسلام طبعًا صِعِب على نَفْسه إن هو إزاي ضحك عليه بالشكل ده، وكمان المبلغ والحياة قفلت في وشه، فقال لك بس عليّا وعلى أعدائي، إحنا هنروح نعمل محضر في الشخص ده. فيا دوبًا راح عمل محضر في الأجهزة الإلكترونية، وعلى طول هم أول ما استلموا المحضر الأجهزة الأمنية والمعنية على طول عملوا تحرياتهم، وبعديها قبضوا على الشخص. يعني من هنا نقدر نقول وداعًا للنصب، وداعًا للاحتيال الإلكتروني، بس أنت تشجّع وخُوض الخطوة. في ناس بتتعرّض للمواقف ديّة وما بتاخدش الخطوة إن هم يروحوا يبلّغوا، يقعدوا يقولوا لك لسه هنبلّغ ومصاريف ومش مصاريف. إسلام بلّغ، ويا دوبًا زي ما أنتم شايفين في الstory اللي قدّامكم إن الأجهزة الأمنية والمعنية تم القبض على النصّاب، وفي حوزته بطاقة مصرفية وشاشتين تلفزيون وكمان فلوس. أنا كان نفسي أعرف بيعمل إيه على شاشتين التلفزيون بس. المهم أنتم كمان لو اتعرضتوا لأي موقف من ده بعد كده ما تسكتوش عليه وروحوا اطلبوا بحقكم، لإن أنتم لمّا تطلبوا بحقكم بتوقّفوا الناس دي عند حقها عند حدّها، وبتعرّفوهم إن خلاص في قانون هيجيب لنا حقنا، وإحنا كمواطنين بنتعرّض للنصب ما عُدناش بنخاف وما عُدناش هنسكت عن حقنا. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات وتشاركوني إذا كان حصل معاكم الموقف ده قبل كده والّا لأ. في أمان الله، أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.